ديالى بالتحديد معبر لأخطر حوض غاز في العالم وأكبر حوض غاز في العالم مشترك بين إيران وبين قطر، اللي هو حوض بارسل الجنوبي، مصدر للغاز الطبيعي. وإحنا في دائرة الصراع، هي معبر ومصدر في آن واحد. يعني ما موجود كامن من خزين استراتيجي في ديالى قد يؤمن احتياجات العراق لسنوات طويلة، ويوازي أو يكافئ حق العكاز اللي بالغربية اللي شعل لنا دليل، وكان واحدة من الأسباب والدوافع التي ظهرت على أساسها داعش. اليوم أن يحضر وزير الدفاع الأمريكي بالتزامن مع حضور وزيرة الخارجية الألمانية، هذه القضية ما عابرة، لأنه نورد ستريم 1 نورد ستريم 2 اللي كان استثمار كبير، هذه انضربت. هذه كان معبرها منه، واتهمت أمريكا بها. أحسنت، هذه معبرها منه، معبرها كانت ألمانيا، وألمانيا التي كانت مزدهرة اقتصاديا وكانت تمثل الدولة الأقوى من حيث القدرات المالية بالاتحاد الأوروبي، الآن تعاني من أزمة مالية. فإذا هي جاءت من أجل الاستثمار. لاحظ الفواعل وين تتحرك. ديالى في إقليم كردستان اليوم جرى الحديث حتى من قبل وزير الدفاع الأمريكي، إقليم كردستان ومخيم الهول، شنو الربط؟ لأنه احنا عندنا في إقليم كردستان خزين استراتيجي من الغاز يعادل 3% من الاحتياط العالمي. في السليمانية. أحسنتم، هو في إقليم كردستان. جرى الحديث عن إقليم كردستان وضرورة يصار إلى تسوية الخلافات بين إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية على أساس كركوك المادة 140 وقانون النفط والغاز. ثم الحديث عن مخيم الهول، وهذا راح نعبر الحدود به على اعتبار أنه تحليل استراتيجي، نعبر الحدود به. مخيم الهول والولايات المتحدة وعبر وزير الدفاع تطالب الدول اللي بها جنسيات، لأنه 83 جنسية به، لابد أن تسحب رعاياهم اللي موجودين في المخيم. السبب لرفع منسوب الضغط عن قوات قسد المدعومة من الولايات المتحدة، والتي لها مستقبل في رسم ملامح المشروع السياسي المستقبلي في سوريا، والتي ستمثل معبرا وإطلالة بحرية على حوض البحر المتوسط يتكامل مع منظمة غاز شرق المتوسط. التي واحدة من أدواتها هو شنو؟ أنبوب خط العقبة. خط العقبة، والإمارات أيضا جزء كاستثمار.